السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أولا أهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة هتكلم على أهم رشة أو رشتين خلال شهر 3 للموالح. طبعا أول رشة طبعا أنا النهاردة بفضلها أو بفضل المزارعين إن هم يرشوها. نحاول نرش النحاس اللي هي جلوكونات النحاس أو نطرات النحاس. طبعًا ليه أنا اخترت نترات النحاس أو جلوكونات النحاس؟ طبعًا هنا جلوكونات النحاس أو نترات النحاس الصورة بتاعتها أو الجزيئات بتاعتها بتكون صغيرة جدًا، فبتكون نسبة الامتصاص سريعة جدًا. طبعًا أنا باحاول أعزّز عنصر النحاس في الشجرة، طبعًا عشان لو كان في أي فطريات موجودة على الشجرة أكون قضيت عليها. تاني هام اللي أنا أكون مواقي الشجرة من العفن السُرّي أو من حدوث ظاهرة العفن السُرّي في الموالح، لإن إحنا هنحاول نرش حوالي رشتين أو 3 رشات للعفن السُرّي في الموالح. دي كده بالنسبة للرشة الأولى، وهنحاول طبعًا المعدلات بتاعة الرش بتاعتي، معدل رتل لكل 600 رتل مياه جلوكونات نحاس، وهنضيف معاهم حوالي نُص كيلو أو لكيلو كبريت ميكروني لكل 600 لتر مياه. طبعًا هتكون البشبورة على هيئة شمسية، تمام، واحاول أفرد الضغط عشان ما أأثّرش على الضربيات الموجودة، وأعمل عملية تكسير وإهدار الضربيات الصغيرة جدًا. تاني حاجة طبعًا هيكون الرش في وقت الصباح الباكر، وعدم الرش في وقت الظهيرة، لإن دي أوقات بيكون فيها نسبة الامتصاص سريعة جدًا. واحاول لو في عندي ملح الليمون، طبعًا ملح الليمون كلنا عارفينه موجود ومتوفر عند العطارين، اللي هو ملح الليمون أو الcitric acid. هاحاول أحط معدل ربع كيلو جرام لكل 600 لتر مياه عشان أحاول أعدّل الpH المَيّة الموجودة عندي أو موجودة في تانك الموتور الرش. دي أول رشة. تاني رشة طبعًا هاحاول أرُش مادة النفسلين acetic acid والنفسلين ستاميل، أحاول أضيف معدل 200 جرام لكل 600 لتر مياه، وأحاول أضيف معاهم بعض العناصر الصغرى حديد، زنك، منجنيز، أو أضيف برضك الأحماض الأمينية المحملة على العناصر الصغرى حديد وزنك ومنجنيز. طبعًا ليه إحنا حطينا المواد ديّة مع مادة النفسلين acetic acid والنفسلين ستاميل؟ طبعًا النفسلين acetic acid دول هرمونات نباتية طبعًا، بتساعد معايا على زيادة الأكسينات والسيتوكاينات الداخلة في النبات. طبعًا لمّا بتحصل عندي العملية ديّة، بيحصل عندي عملية وقف للشجرة، باحس إن الشجرة حصل لها عملية خمول أو خمول. طبعًا أنا عشان ما اوصلش للعملية ديّة والفلاح يرجع يقول لك الحقني الأرض دبلت، الأرض باظت، أنا رشيت الأرض ده وحشايش الأرض بوّظ الدنيا. فأنا بانصح يعني الإخوة المزارعين إنها تضيف حوالي 200 جرام نفسين أسيتيك أسيد، ونحاول نضيف معاهم العناصر الصغرى أو الأحماض الأمينية. طبعًا دي معايا هتمتص كمية كبيرة طبعًا من التأثيرات اللي ممكن تحصل من مادة النفسلين أسيتيك أسيد والنفسلين الستامين. طبعًا الرشة ديّة كده بعد ما أرشها إن شاء الله، أحاول بعدها ب5، 6 أيام أرش رشة كالسيوم برون. تمام. ليه كالسيوم برون؟ كالسيوم برون ديّة عبارة عن نقول الوجبة المهمة للنبات، أو عنصر مهم للنبات جدًا، ويعني إحنا لو قارناه مرة و2 و3 ما فيش أي مشاكل منه خالص، لإن النبات بيعِز أو يعني زي ما بنقولوا أكلة عزيزة على النبات، هو عنصر الكالسيوم وعنصر البرون. تاني هَم هو بيقوي معايا عنق الزهرة، بيدّيني زهرة قوية جدًا وعنق قوي. طبعًا لمّا بنضيف له البرون عنصر البرون اللي هو المُعقّد على الإيثانول، طبعًا بنعزّز عنق الزهرة، وبنعزّز الزهرة اللي عندي خارجة، وبتكون نسبة التلقيح والإخصاب بتكون جيدة جدًا في الأزهار. طبعًا الرشّات ديّة طبعًا هارُش رشّة الكالسيوم. بعدها إن شاء الله بحوالي 8 أيام أو 10 أيام، هنحاول نضيف رشّة حشري سريعة جدًا، مادة المُزبلات أسيتامبرايد، طبعًا متوفّرة في جميع الأسواق، هتكون بمعدل 200 جرام، واحاول أضيف معاهم معدل 200 جرام مادة الأميمكتين بنزوات 5.7. طبعًا هنا أنا هارُش الرشة ديّة هيكون في وقت التزهير عندي أو نسبة التزهير عندي بقت حوالي يعني 20 ل30%. ديّة كده معايا عشان لو في دودة الأزهار موجودة في البستان أو جعل الورد الزغبي موجودين في البستان، طبعًا باحاول إن أنا أأثّر عليهم، لإن دودة الأزهار ديّة طبعًا بتوجّع الأزهار معايا بنسبة كبيرة جدًا، أو الجريدة زي الفلاحين ما بتذكر، بيقول لك الجريدة في الأزهار في زهرات ياما أو زهور ياما مجرودة، طبعًا دي بسبب دودة الأزهار. طبعًا الرشة دي طبعًا تكون رشة جيدة جدًا. بعد كده بانصح الإخوة المزارعين ممنوع الرش خالص أثناء وقت التزهير. طب ليه إحنا منعنا الرش وقت التزهير؟ لإن الرش الحشري اللي أنا هارُشّه
هيأثر معايا على الزهرة. يعني ايه هيأثر معايا على الزهرة؟ اولا نخش بمفهوم علمي تاني. عندي حشرة النحل. طبعا احنا كلنا عارفين المناحل الموجودة في بساتين الموالع خلال هذه الفترة طبعا. والحشرة دي حشرة حساسة جدا. يعني انا لو رشيت البروكليم او رشيت المزبلان هقتل الحشرات. ثانيا لو قتلت الحشرات ديت او حشرة النحل ديت، عندي بوظت حاجة اسمها عملية التلقيح والإخصاب، لأن النحل له دور كبير جدا في إخصاب وتلقيح زهرة الموالح. تاني هام، رش الحشر الكتير هيأثر معايا. طبعا هتأثر معايا على مياسم الزهرة، وهتكون عندي هنا نسبة التخصيب أو الإخصاب في الزهرة هتكون قلت معايا بنسبة كبيرة جدا. يرجع الفلاح يقول لك أصل أنا البرتقال عندي وجع زهر كتير. ده البرتقال بعد ما عجت اتسجر. طب ما دي أزهار كلها احنا عارفين إن هي أزهار غير خصبة أو غير مخصبة، وديت أول شيء هيسقط طبعا مني على الأرض. فأنا عشان أحافظ على ده كله لازم يكون عندي تلقيح جيد جدا، عملية إخصاب جيدة جدا. طبعا دي معايا هتأثر معايا وتفرق معايا جدا في المحصول. وكده طبعا المفروض ان احنا فاضل بعض ملحوظه او ملاحظ اكد عليها برضك. عدم الاسراف في ري اشجار الموالح خلال فتره التزهير. المفروض يكون الري عندي باحكام. يعني الارض لو عايزه يعني سقي او مثلا نسبه الرطوبه جيده، مفيش مانع ان انا ابطل سقي. حاسس ان الارض عطشت برضك عشان الارهاق برضك، او عمليه تعطيش للشجر برضك ممكن تعمل معايا عمليه اجهاد. طبعا لازم اكون موظف نسبه الرطوبه جيده جدا في التربه، ومحافظ على نسبه رطوبه التربه. برضك تاكد برضك من سلامه المصارف الخاصه بالارض، ان يكون الصرف جيد جدا. طبعا عدم الاسراف في الاسمده النيتروجينيه اثناء وقت التزيين. طبعا لان دي برضك لها مشاكل كتيره جدا، وهنحاول نتكلم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وطبعا يا رب اكون فدت حضراتكم بحلقه اليوم، وان شاء الله انتظرونا في كل جديد. وطبعا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس، وانتظرونا في لقاء جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.